السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايب قلبي الغاليين، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وفي احسن حال. النهارده باذن الله هنعمل مع بعض كده بقى شاي، نشرب كوبايه الصبح كده تظبط لنا الدنيا لحد اخر اليوم. بجد شاي طعمه مختلف جدا وحلو جدا، واكيد معظمنا طبعا اكيد عارفه. كل حبايبنا في دول الخليج عارفين الشاي العدني او شاي الكرك، كمان مشهور قوي في باكستان، معروف جدا في الهند. طبعا مع بعض بقى الاضافات، او انك تشيلي حاجات او تحطي حاجات عليه. تمام. طبعا في دول برضو الخليج بيعملوه باللبن المبخر، بس احنا بقى هنا طبعا اللبن المبخر غالي بصراحه جدا، فاحنا انا بعمله باللبن الحليب. بجد مشروب حلو جدا جدا، بعمله كده على فترات مش كل يوم، لان لما بحس ان انا بجد محتاجه ان انا اعدل دماغي، كوبايه شاي العدني الحلوه دي بتظبط لي الدنيا على الاخر. تمام. معايا هنا كوبايه لبن، هزود شويه طبعا على النار لما اجي اعمله، ومعايا معلقه صغيره شاي، ربع معلقه صغيره جنزبيل، ومعايا عود قرفه. ممكن تستخدمي القرفه البودر، بس انا ما بحبوش يلون قوي. تمام. ومعايا قرنفل، يعني 3 4 5 كده، وحبهان مقفول. يا ريت بس ندوس كده عليه نفتحه عشان يطلع الريحه الحلوه بتاعته في كوبايه الشاي بتاعتنا واحنا بنشربها. تمام. طبعا السكر بقى حلي حسب الرغبه. لو في برضو بعض الناس بتعمله بالحليب المكثف المحلى، لو هنعمله بالحليب المكثف المحلى مش طبعا مش هنحط السكر. تمام. هنروح بقى مع بعض على البوتاجاز ونعمل مع بعض احلى واجمل واطعم كوبايه شاي. حبايبي، وهنا حطينا كل المكونات على النار. اللبن اهو زي ما احنا شايفين، اللبن مع الشاي مع القرفه والحبهان والجنزبيل والقرنفل. تمام. والسكر طبعا حلي حسب ما انت بتحبي، يعني ذوقك ايه في السكر حطيه. تمام كده اهو. بس هنسيبه بقى يغلي. لما يغلي هوطي عليه، اخلي النار هاديه خالص، يقعد كده حوالي دقيقتين 3 علشان يشرب من كل النكهات الموجوده فيه دي كلها، ويبقى طعمه وريحته حلوه. بعد كده هنصفيه بمصفى صغيره سلك، وبعد كده هنقوم صابينه. يبقى كده عندنا الشاي بتاعنا جهز وبقى زي الفل. اول ما يغلي باذن الله هنصفيه ونشوف مع بعض ان شاء الله. وده كده يا حبايبي شكل فنجان الشاي بتاعنا النهارده بعد ما صبيناه. شايفين شكله ما شاء الله عامل ازاي؟ شكل ولون وطعم وريحه بجد، يعني نوع من انواع الشاي اللي بجد يستحق التجربه. بجد يعني بيظبط الدماغ والله طول اليوم. حلو جدا جدا وفوائده فظيعه بجد، لان في حاجات مفيده جدا، القرفه والجنزبيل والقرنفل والحبهان. لا بصراحه شاي مختلف. تمام. احنا طبعا لما الشاي بيغلي بنسيبه شويه على نار هاديه 3 أو 4 دقايق كده علشان ياخد طعم الحاجات الحلوه اللي فيه، وبعد كده نصفيه ونشرب احلى فنجان شاي. اتمنى يا رب تكون الوصفه السهله بتاعتي النهارده عجبتكم وتنفذوها باذن الله، والشاي يعجبكم ان شاء الله. تقولي رايكم في التعليقات باذن الله، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، واسيبكم في رعايه الله. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.